السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل الفطير المشلتت في 5 دقايق بالظبط. هتعملي احلى فطيرة مشلتت كده بطريقة سهلة جدا جدا. عملناها قبل كده بطريقة، والمرة دي بنعمله بطريقة مختلفة خالص. فعلا انا جربتها وطلعت سهلة جدا جدا جدا. لازم تجربيها في كيلو والموضوع يختلف معاكي، وهتلاقي نفسك كل يوم والتاني بتعملي فطير مشلتت بنفس الطريقة. ما بياخدش سمنة كتير، ما بياخدش وقت خالص، وانت واقفة كده بتلاقي نفسك عملتي كيلو كده وانت واقفة. يلا نسمي الله ونقوله عملنا الفطير المشلتت ازاي، وطلعت معانا بالنتيجة الجميلة ديت ازاي، وان شاء الله نقوله مقاديرنا كلها باذن الله. سامحوني على صوتي رايح خالص، بقالي طبعا فترة ما بنزلش حاجة خالص من كتر ما انا تعبانة شوية، فطبعا سامحوني يعني. لو عجبك الفيديو متنسانيش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو من ايدك. ويلا نسمي الله ونقوله مقاديرنا. معايا كيلو من الدقيق، طبعا اي دقيق معاكي يعجبك، دقيق غير دقيقي، ومعايا زيت، ومعايا معلقه من الملح، ومعلقه من السكر، ومعايا لتر من الميه. انا بحب انخل الدقيق حتى لو جاهز، بحب انخله بالمنخل، ونزلت عليهم بمعلقه من السكر ومعلقه من الملح، طبعا معلقه صغيره مش معلقه كبيره. اللي معايا لتر من الميه، وانا معاكم بالتدريج. هقول لكم انا اخدت ميه قد ايه. بنزل بالتدريج حبه حبه، يعني بنزل بحبات ميه كده وبعجن بايدي. تمام، ما بحطش الميه مره واحده، بحط الميه بالتدريج. دي خطوه مهمه جدا لازم تعمليها لو انت مبتدئه. لازم تعملي الخطوه ديت. تمام، تحطي الميه بالتدريج. وبدات ان انا اعجن والم العجينه بايدي بنفس الشكل، بحط ميه تاني وببتدي ان انا اعجن بنفس الشكل برضو. عجينه الفطير المشلتت ما بتبقاش تخينه، بتبقى منخيه شويه يعني، لغايه ما اقولك تمام هي دي العجينه. خليكي ماشيه معايا واحده واحده. هنا خلاص ببتدي ان انا بلم العجينه. طبعا ما تخليش العجينه معاكي طبعا مكلكعه. حاولي تعجني فيها، يعني العجينه عشان تطلع معاكي مظبوطه اعجنيها لا اقل عن 10 دقايق بالظبط. لو عندك عجانه يبقى كده تمام 100 واعجنيها في العجانه. طبعا عشان ما عنديش عجانه فبعجن بايدي. حطيت شويه ميه تاني وبدات ان انا الم العجينه تاني. واخر حاجه معايا بحط شويه من الزيت عشان الم العجينه بنفس الشكل. كده خلاص عجينتي مش محتاجه ميه. بصوا عجينتي منخيه ازاي، كده العجينه دي مظبوطه 100%. كيلو دقيق ما اخدش مني الا يعني لتر الا ربع. تمام، لتر الا ربع من الميه. يعني بصوا ده كده اتبقى ربع، كده ربع الازازه. يعني ممكن ياخد 3 كوبايات ميه او 3 كوبايات ونص ميه. دقيق غير دقيقي ممكن يديك ياخد ميه اكتر، ممكن ياخد ميه اقل. تمام، بس اهم حاجه توصلي معايا نفس القوام اللي انا وريتهولك دلوقتي. معايا زيت، وطبعا على الرخامه على الترابيزه. انا هنا عندي الصينيه استخدمتها. بدات ان انا اكور كور صغيره بنفس الشكل، حجم صغير على حسب الصينيه عندك. لو انت هتستخدمي صواني كبيره هتعملي يعني عدد كور هقولك عليها خطوه خطوه. لو عندك الصينيه مقاس صغير برضو هقولك في الفيديو معانا هتستخدمي كور قد ايه. تمام، كملي معايا الوصفه وهقولك هنعمل ايه خطوه خطوه. انا بدات ان انا اكور كور صغيره بنفس الشكل، وعلى قد ما اقدر بخليهم كلهم نفس الحجم اللي انا عاملاه. طبعا انا بايدي ما بعملش بمسطره، ما بقيسش، ما بعملش بوزن، ما عنديش ميزان، فانا بايدي كده وبعيني بظبط. تمام، الكبيره بشيل منها شويه، الصغيره بحط عليها، يعني ايدي هي ميزاني. تمام. بدات اللي انا اكور بنفس الشكل، وهكور الفطيره الواحده انا محتاجه لها 11 كوره، عشان انا عندي الصواني صغيره. يعني عندي الصينيه مقاس 28، عندك صواني كبيره
بتعملي حوالي 15 كورة، 16 كورة، 17، على حسب الصينية في ايدك. انا بقولك الطريقة وانتي كلنا كده ستات شاطرة بنعرف نتصرف. تمام تمام. هنعمل 11 كورة على الصينية اللي انا عندي دي، صواني الصغننة اللي عندي، ما عنديش صواني اكبر من كده. صينية بيتزا مقاسها 28. تمام تمام. استخدمت لها 11 كورة صغيرة وعليها كورة كبيرة، كبرتها شوية. تمام. خلي بقى ايه، خليكي كده مركزة معايا خطوة خطوة. تمام. ده كده مقادير الصينية. تمام. 11 كورة صغيرة وكورة كبيرة بنفس الحجم اللي انا عاملاه دلوقتي. لو حابة تكتري شوية كتري، مفيش مشكلة خالص، هتطلع معاكي عالية برضو، وهتطلع معاكي مورقة، وهتطلع معاكي مظبوطة 100%. تمام تمام. انا هنا السمنة عندي سمنة اللي هي البقري، طبعا كتير بقول لكم عليها السمنة البقري بحب استخدمها، وعليها سمنة عادي خالص اللي هي الجنة، وعليها شوية زيت، يعني عاملة خلطة في الطبق دوت. تمام. بدأت اللي انا امسك بقى لازم اريح العجينة شوية بعد ما كورتها، بخلي العجينة ترتاح معايا يعني 10 دقايق او ربع ساعة. بعد كده ببتدي ان انا اشتغل بيها بنفس الشكل، بفردها بايدي بكل سهولة بنفس الشكل. العجينة عندي ما بتخمرش، ما بحطلهاش بيكنج باودر ولا خميرة ولا اي حاجة خالص. ببتدي ان انا بحط طبقات فوق بعض، بين كل طبقة وطبقة شوية دهنة كده من الزيت بايدي بنفس الشكل، وباخد واحدة تانية بفردها بنفس الشكل برضو وبحطها عليها. ما بخليهاش رقيقة قوي، يا دوبك بس بفردها بنفس الشكل وادهن دهنة من السمنة. بصوا الموضوع سهل ازاي، ما بياخدش سمنة خالص نهائي كتير، بتتفرد معايا بكل سهولة، والموضوع سهل جدا جدا جدا. حطيتها وبحط عليها برضو السمنة بتاعتي بنفس الشكل. اهم حاجة خطوة السمنة ما تنساهاش بين الطبقة والطبقة رشة كده من السمنة. انا بقى هعمل كل الكمية عندي بنفس الشكل، وما تقلقيش لو اتقطعت منك، انا بشاورلك اهو، لو اتقطعت منك ما تقلقيش خالص، كله بيتدارى مع بعضه. هعمل كل الطريقة عندي بنفس الطريقة، هحط طبقة فوق طبقة فوق طبقة لغاية ما اخلص ال11 كورة عندي بنفس الشكل. يا رب تكون الصورة واضحة معاكم. انا مش حابة ان انا اقطع اي حاجة خالص نهائي عشان اوريلكم انا عملت الفطيرة ازاي، مش حابة ان انا اقطع اي حاجة. عقبال ما نخلص ال11 كورة فوق بعض كده تكوني حضرتك عملتي لي لايك واشتراك، واكون ممتنة ليكي وتنضمي لأسرتنا ولعيلتنا الجميلة ان شاء الله كده، والقناة تكبر بيكم بإذن الله. القناة واقعة شوية بقالنا فترة طويلة فعلا، مقصرة جامد جدا 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 في حق القناة فعلا عندي وقعت خالص، بس والله غصب عني، موضوع زوري تعبني جدا جدا، ما بعرفش اسجل، ما بعرفش اعمل اي حاجة خالص. عندي فيديوهات كتيرة جدا، بس لحد ما ان شاء الله باذن الله اللي جاي باذن الله يبقى احسن باذن الله، واعمل لكم فيديوهات احسن باذن الله. خلصنا ال11 كور اللي فوق بعض زي ما اتفقنا. لو حابه تعملي اكتر كملي وصفاتك وكملي 17 18 20 على حسب حجم الصينيه. الكوره الكبيره هنكبرها شويه طبعا عشان عندك الصينيه لو كبيره. تمام تمام. دي الكوره اللي عندي اللي انا عملتها الكبيره، بدات اللي انا افردها، طبعا ايدي فيها سمنه شويه كده او زيت، ببتدي ان انا ابطط لغايه ما اكبرها بنفس الشكل. لو حاسه ان انت عجينتك بتلم سيبيها شويه. خلاص بعد ما لميتها، بعد ما فردتها عفوا، بدات اللي انا حطيت اللي احنا عملناه قلبته ولميت العجينه عندي بطراطيف صوابعي كده، وبايدي لميتها وقلبتها وبس كده. دي الفطيره عندي، هي ديت عمايلها سهله جدا جدا، طالعه معايا مورقه، وان شاء الله تجربيها باذن الله وهتعجبك، وانا واثقه ان هي هتعجبك. كده خلصتها، دهنت الصينيه عندي شويه سمنه او شويه زيت، وهسيبها 10 دقايق او ربع ساعه عشان ترتاح. لازم ما تخشش الفرن الا لما لازم تسيبيها 10 دقايق او ربع ساعه.
تمام. بعد ربع ساعة بدأت ان انا ابططها بايدي بكل سهولة، بتتبطط معايا بنفس الشكل لغاية كده تمام. الفرن عندي سخن وادخل على طول. اختياري لو عندك شوية كده من وش اللبن او شوية قشطة يدهني وشها شوية من القشطة. عملت واحدة بالقشطة وواحدة سادة عشان اوريلكوا ديت في الاخر هقولكوا شكل اللي عليها قشطة شكلها عامل ازاي، واللي من غير قشطة برضه شكلها يبقى عامل ازاي. دخلتها الفرن من تحت، فرن مش واطي ومش عالي، تمام، لغاية ما اخدت لون من تحت. رفعتها على الشواية، طبعا اخدت لون من فوق لغاية طبعا ما اخدت اللون المتحمر ده. بصوا بقى منفوشة ازاي وجميلة جدا جدا جدا. جربيها وان شاء الله باذن الله هتعجبك. دلوقتي الاتنين اللي احنا عملناهم، بصوا اللي هي من غير قشطة وديت اللي كان وشها فيه قشطة. اللي يعجبك اعمليه، دي اختياري، الموضوع سهل. بس فايدة القشطة بتخلي وشها بس محمر معايا، بتخليها طرية والله هما الاتنين حلوين. تمام. هنا دي بصوا شكلها بقى مورق ازاي. لو حابة قلنا تكتري في الكمية بتاعتنا، بدل ما تعملي 11 اعملي 13، اعملي 15، اعملي 20. كل ما هتعملي كل ما هتعلى معاكي وكل ما هتكبر معاكي والصينية هتكبر معاكي. بس طبعا زي ما اتفقنا الصينية كانت صغيرة معايا جدا. الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم باذن الله، وقومي كده تحمسي واعملي كيلو هتلاقي معاكي النتيجة سهلة جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسانيش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو من ايدك. هسيبكم في رعاية الله، ومنتظروا اللي جاي باذن الله، ومع السلامة.